اي شيء وشويه يطبع، عارفه اللي هو ايه؟ ما بصي مايكل جاكسون في نفسه كده، مش قادره اقول لك، ما فيش منه اتنين، ده هو بيعمل لي وبيسوي لي. طب سيبك انت بقى من بيعمل لك وبيسوي لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو هيجيب لك الخلاصه، فيديو ذو سلاحين، تمام؟ سلاح حلو وسلاح وحش. تعالي النهارده اقول لك ازاي تعرفي في تاني اختبار معانا خطيبك بخيل ولا كريم. النهارده الفيديو معانا اكتر من 6 نقط او 7 نقط بيعرفك ازاي تعرفي ان خطيبك ده كريم ولا بخيل في فلوس ومشاعر الاتنين. لان انت خطيبك لو انت بخيل فلوس انسي ان انت تسمعي منه كلمه حلوه. بخيل الفلوس بخيل المشاعر، ده معروفه. فلو انت بقى النهارده مهتمه بالفيديو دي حبيبتي، قلم وورقه معايا يا ماما، قلم وورقه معايا، اكتبي كل حاجه بالتنتوف. فلو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه خالص في اختبار ان هو كان بخيل او كريم وهو طريقته في الهدايا. بصي بقى يا قلب اختك، دلوقتي طريقته في الهدايا مش شرط خالص ان هو يجيب لك الالماس، ومش شرط خالص ان هو يجيب لك هديه غاليه. الفكره ان هو بيجيب اصلا هديه ولا لا، ماشي؟ دي اول حاجه. طيب هل بيجيب هديه ولا بيتحجج ان هو معهوش على طول وانت عارفه انه معاه؟ دي تفرق بقى. دي اول حاجه بنقولها بسم الله الرحمن الرحيم. مع العلم ان في بعض الشباب بتتفهم غلط ان هم ما بيعرفوش يتصرفوا. الشباب مش مدردحه يا جماعه، خلينا برضو نكون فير في الكلام. شباب ما بتعرفش ازاي تجيب هدايا، فانتي بيبقي مثلا مع الوقت ساعديه. يعني ابعتي لي مثلا حاجه على الواتساب عجباني قوي شكلها حلو، فهو هيعرف. طب ما عرفش يا دينا، بص بقول لك ايه، اما تبقى تفكر تجيب هديه كده ولا حاجه ابقى هات البتاعه دي، بساعدك اهو يا عم، صاحبتك اهو، مش هقول لخطيبتك، هاتيها بصنعه لطافه. لو انت عارفه ان خطيبك مش مدردح مش متفتح، مع ان دلوقتي بقى صعب قوي قوي، بس بيبقى في خطاب كده من كتر مثلا انشغالهم بحاجات كتير مش مركزين اجيب لها ايه، اعمل ايه، طب مش عارفه ايه، وبيروحوا ساعات بيسالوا المحلات بتاعه الهدايا. ودلوقتي مثلا بيبقى في محلات اصلا للهدايا المخطوبين، فعلى حسب انت اللي معاكي هيبقى نظامه ايه. تمام؟ طب دي رقم 1. رقم 2، تعامله في الفلوس قدامك. بيعمل مشكله على كل جنيه بيتصرف ولا بيدقق فيه، ولا بيتعامل براحته؟ براحته هنا مش معناها الاسراف، براحته هنا معناها بسخاء. يعني يشوف مثلا هو عايز ايه، هو محتاج ايه، انت عايزه ايه، انت محتاجه ايه، فيجيبها لك عادي. مفيش مره في خروجه بيصرف ويجيب، ايه المشكله؟ لكن لو في الخروجه الاولى مثلا بيركز بيقول مش عارفه ايه، لا ده بخيل، ده بخيل. ويا جماعه انت يمكن مش هقولك تقبلي باي صفه، ولكن من الصفات الكبيره اللي ما فيهاش تغيير، ما فيهاش اي حاجه خالص، وهي البخل. البخل ان هو يكون بخيل. تمام؟ دي كانت تاني نقطة. تالت نقطة معانا ودي اهم نقطة، تالت نقطة معانا وهي تعامله مع الناس البسيطة. بيديها فلوس ولا على قلبهم قد كده. وهنا بتكلم عن الناس البسيطة مش الناس المتسولة، الناس البسيطة اللي فعلا بتلاقيها عندها ان هي عفيفة قوي ومش عايزة تاخد والحاجات دي كلها. هل هو بيتصرف معاهم ازاي يا جماعة؟ التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتكشف شخصية اللي قدامك وتربيته وبيئته. والله العظيم 3 دي اكتر حاجة بتكشف لك الدنيا بتبقى عاملة ازاي او ماشية ازاي. تمام؟ دي نقطة مهمة. النقطة اللي بعد كده وهو تحمله للمسؤولية. هل هو عنده قناعة كاملة بالمسؤولية ان انا اللي هشيل البيت كله وانا اللي هصرف وانا اللي هعمل وانا اللي هعمل، ولا هتعملي ايه معايا؟ شوفي لك بقى شغلانة كده تنزلي تشتغليها عشان لما نتجوز تحطي قرش على قرش. لا لا، دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، دي حاجة مهمة جدا، لازم تعرفي مسؤوليته ايه. ودي بتبقى اتفاقات من الاول. لا هو بيقول لك لا انا مش هعمل كذا، الحاجات دي يا جماعه بالاتفاق. طبيعي كل واحده مننا ممكن تساعد في بيتها عشان ده بيتها وعشان شايفه على حسب اللي معاها ايه، ولكن ما يكونش هو بيدكن قرش على قرش ويخبيه وانت تنزلي تشتغلي وتتعبي وتجيبي فلوس عشان تصرفي على العيال وعلى البيت وعليه. لا،
انت شايفاه بيتعب بره، بيتمرمط، بيروح بيجي، بيعمل الحاجات دي كلها، فبيرجع يقولك انا عينيا ليك، وبيجيب الفلوس يحطها في بيته بس ما بتكفيش مع انه تعبان بره. لا انا احطي قرشي على قرشك، ايه المشكله؟ ومش القرش كله، لو انت معاكي 100 قرش حطي كمان قرشين، حطي 50 قرش مثلا، لكن النص التاني بتعنيه على جنب ده للزمن. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا، على حسب اللي معاكي بقى انت شايفاه ازاي. هل هو مسؤول عن الموضوع ده ولا مكبر دماغه ومش عايز يصرف في بيته، ووقت العفش يقول لك لا هي اوضه واحده وهننام عليها ونبقى ننام انا والعيال شغل كده غريب احنا ما نعرفوش. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا. البخل مش بس فلوس، البخل كمان مشاعر. هل هو بيقول لك كلمة حلوة طيبة؟ هل هو انت شايفاه مكفي احتياجك العاطفي ولا مزنقها ومضيقها عليكي في كل حاجة؟ دي نقطة مهمة جدا، محدش غيرك هو بس اللي هيعرفها. حتة المشاعر دي محدش غيرك هو اللي هيفهمها، حتى في البدايات الحاجات بتبان من البدايات. في مثلا بنوتة تقول لي ايه يا دينا انا ما بيقوليش كلمة حلوة، احنا لسه مخطوبين بقالنا شهر، ما بيتكلمش، ما بيقولش ليه؟ عشان مكسوف ومش عارف يتكلم، ولا اصل الحاجات دي اصل الرجاله بيبقوا في الاول كده ايه عارفه لو سخنين قوي عندهم الحاجات دي هلبينه خالص، والله العظيم يعرف اللي هو ايه بحبك بموت فيك من الاول يا واد، انا لسه شايفاك يا ولا يا ده لسه، ده احنا لسه قاريين فاتحه، ده احنا ما احبك. فانت فاهمه بقى، انت فاهمه اللي هو من الاول كده عندهم الايه الهالبينو عالي خالص. فحتى الهالبينو العالي ده هو مش عنده يبقى هو بخيل. وش الهالبينو العالي ده جت مره مرتين، انت مش حاسه انك بتدلعي في خطوبه كده، مش حاسه ان الموضوع اوزي موزي معاكي، انت فاهماني؟ دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. النقطه اللي بعد كده وهو في المناسبات، بيعمل ايه في المناسبات؟ عيد ميلادك، عيد مناسبه، موسم مثلا، الحاجات دي بيعمل فيها ايه؟ دي الاساسيات والبديهيات. لو هو حتى راجل من النوع اللي بيحافظ على قرشه مش بيصرف، مفيش مشكله عادي. طب في المناسبات المهمه، يعني عيد ميلادك ده حاجه كبيره، لازم يعمل لك فيه مثلا حاجه حلوه، يعني يجيب لك حاجه بقى عيد ميلادك، الموسم، العيد عيديتك موجوده، فدي اساسيات، دي اصول بقى. ها بيعمل فيها ايه؟ دي لازم تركزي فيها قوي. طيب النقطه اللي بعد كده ودي اخر نقطه هيبقى معانا في الفيديو النهارده، ردة فعلك من جوه ايه؟ انت حاسه انك متدلعه؟ انت حاسه ان هو ما بيستخسرش فيكي حاجه، ولا عماله بينك وبين نفسك ده قيحه، ده جلده بينك وبين نفسك؟ انا ما بتكلمش على العموم، لان كل واحده مننا تبقى عايزه خطيبها ده ياخد شيء وشويات بقى، عارفه اللي هو ايه. ما بصي مايكل جاكسون في نفسه كده، مش قادره اقول لك ما فيش منه اتنين، ده هو بيعمل لي وبيسوي لي. طب سيبك انت بقى من بيعمل لك وبيسوي لي، تعالي كده على جنب، انا وانتي مع بعضينا من جوانا، ها بيعمل ايه؟ بيدلعك ولا لا؟ مستخسر فيكي ولا لا؟ الحاجات دي كلها، وعلى اساسها انت بتقعدي كل النقط دي بتحدديها وتكتبيها وتعمليها وتاخدي قرارك. لو الراجل اللي معاكي بخيل اخلعي وما تتردديش لحظه، وربنا هيعوضك بالاحسن ان شاء الله. بس كده يا حلوين، هو ده كان فيديو النهارده، ورب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ولا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب. اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.